بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلوات وأزكى التحيات. جرت في هذا اليوم المبارك، يوم 10 من شهر رمضان السنة 47 بعد 1400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام من المدينة المنورة. جرت بمسجد الأمة حي بولغين سنتوجان سابقا جزائر العاصمة. جرت مسابقة في حفظ القرآن الكريم دأب عليها هذا المسجد العتيق منذ عصر عهد الشيخ المنعم المبرور قضاء بن يوسف رحمه الله وطيب ثراه. امتحن فيها طلبة المسجد الذين يحفظون القرآن الكريم من رتبة 60 حزبا إلى رتبة 10 أحزاب، أضيفت إليهم فئة الصغار الذين يحفظون ما دون 10 أحزاب، كانوا متسابقين متنافسين في حفظ كلام الله تبارك وتعالى من صنف الطالبات ومن صنف الطلبة بنين وبنات. والحمد لله أسفرت عن تخرج 4 من الذين يحملون القرآن العظيم كله لهذه السنة، والبقية يحفظون من 50 حزبا إلى 10 أحزاب. وفقهم الله في الأعوام القادمة لختم كتاب الله تعالى حفظا وتنقيحا وفهما وتخلقا وعملا. وكانت اللجنة التي تولت امتحان هؤلاء الطلبة واستظهار القرآن متكونة من المشايخ الأئمة الشيخ رابح زرقين الخطيب الجامع الجديد في الجزائر العاصمة يعني ساح الشهداء بالقصبة السفلى، الشيخ الإمام المتقاعد محمد حمدوش، وحضر من أساتذة التعليم القرآني الشيخ نور الدين مطروش، الشيخ مماد سفاج، وحضر معهم طلبة المسجد من الأكفاء عبد إبراهيم معروف ومنير محيو ونزيم بن زروق. والحمد لله على نعمة الإسلام، الله يجعلها مناسبة مباركة، والله يهدي هؤلاء الطلبة والشباب والفتيان والفتيات إلى صراط القرآن العظيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وتقبل الله الصيام والقيام، وأنعم الله على المسلمين في المشارق والمغارب بالهداية والاتحاد والاعتصام بالقرآن والنصر المبين، ولإخواننا في غزة وفلسطين نصر العزيز المبين المتين وهو خير الناصرين. والصلاة والسلام على النبي الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.